السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. جيتكم بخبز الزيتون، خبز خفيف وهشيش. ناكلوه مع لي صوب، مع الحريره، مع خبز بزاف خفيف وشباب. روحوا المقادير. هنايا جبت رطل الفرينه، درت فيه شويه سانوج ومغرف كبيره خماره تاع الكسره، نص مغرف ملح. ندخلوا المقادير في بعضهم بمغرفه ونبدا نطم فيه بالماء دافي. نطمو مطلوق، ما نطموش يابس. نقعد هكذا ندخل في المقادير في بعضهم بلا دليك، ما ندلكوهش باش ما يجيناش معجن. نطمو برك، ومن بعد كي نطمو البنات هنايا ندخل يدي في الماء ونقعد نخبط فيه كيما راكم تشوفوا حتى يتلملي هذاك العجين مليح ويولي يتلاصق وما يوليش فيه الماء. بلا دليك البنات، تخبطي برك كيما راني ندير، كيما راكي تشوفي. نخبطوه مليح مليح حتى يتلايم لي هذاك الماء منه، ينشف كامل من الماء اللي فيه، ونخلوه يخمر. ومن بعد نرجعوا ليه. هنا بعد ما خمر نشمخ يدي بالماء ونخسر له هذاك الخمور. نجيب شويه دقيق رطب نحطه بجيه ونرجع للسنيوات تاوعي ندهنهم بشويه زيت. لازم ندهن السنيوات تاوعي بالزيت باش الخبزه تاعي ما تلصقليش في السنيوه. لهنا جبت شويه دقيق رطب باش ندير خبزه عاديه، خبزه تاع الدار العاديه اللي كامل تعرفوها. هذا الخبز الدار. نرمدو في السميدر الرطب ونديرو في السنيوه تاعي ونقعد ونخبزو. هنا نخبز الخبزه تاعي العاديه ونخليها تخمر باش نرجع للخبزه تاع الزيتون. ما تنساوناش البنات بجام واشتراك في القناه باش يلحقكم كل ما هو جديد، وتعليق شباب كيما نتوما. الله يحفظكم. هنا نرجعوا للخبزه تاع الزيتون تاعنا. بعد ما دهنا ديك السنيوه بالزيت، نحط العجين تاعي كامل في السنيوه ونقعد نسقد فيه متساوي. نخبزها مليح في الوسط مع الجوانب، لازم تكون متساويه البنات. ندلها شويه زيت ونقعد نخبز فيها، نسقدها مليح في هذيك السنيوه تاعي. لازم الوسط ما يجينيش خشين والحواشي ما يجوناش خشان، لازم تجي كيف كيف. قميها لازم تكون كيف كيف خياتي. لازم نستويوها مليح باش يجوا كامل الجوانب كيف كيف. انا بعد ما سقمتها نروح نجيب حبيبات زيتون نقطعهم دوائر دوائر صغار ونزين بيهم العجينه تاعي من الفوق. نزينها بحبيبات زيتون ونديروا لها البيض من الفوق. لازم نكثروا لها البيض والسانوج بيان سور وندخلوها للفور. تفاعلوا مع لي فيديو تبعي خياتي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونحط لكم احسن وصفات. هذه هي الخبزة الزيتون تاعنا خياتي. ان شاء الله نكون فتكم بوصفة ناجحة. هنا نديروا لها سانوج من الفوق، يبقى اختياري وتهلاو في رواحكم.